2 مليار و500 مليون جنيه ديون من سنة 2000 لحد 2026. اتغيرت الإدارات واتغيرت الأسماء واتغيرت البطولات، لكن حاجة واحدة فضلت ثابتة في الزمالك وهي الديون والقضايا ومحاولات سداد فواتير الماضي. في سنة 2026 حسين لبيب بيتكلم عن ديون بتقترب من 2 مليار و500 مليون جنيه، وقبلها بشهور أحمد سليمان بيتكلم عن ملايين الدولارات اللي اتدفعت عشان النادي يعرف يعيد لعيبة، وقبلها بسنين مرتضى منصور بيتكلم عن ضرائب وتأمينات وحجز على الأرصدة. ولو رجعنا قبلها بسنين أكتر يا صديقي هتلاقي إن ممدوح عباس بيتكلم عن نفس المشكلة. الغريب إن كل رئيس تقريبا مسك الزمالك خلال آخر 26 سنة قال نفس الجملة: إحنا استلمنا النادي مديون. طب استنى شوية، لو كل رئيس استلم النادي مديون مين أول واحد سايب الفاتورة على الترابيزة ومشي؟ حد يقول لي يا عم عبود أنت داخل تدور على مين المذنب؟ أقول لك يا صديقي واسمح لي أنا وأنت نكون أصدقاء، أنا مش جاي أدور على مذنب، أنا جاي أدور على لحظة البداية، اللحظة اللي الزمالك بدأ فيها يعمل أخطر حاجة ممكن تعملها أي مؤسسة في الدنيا، إنها تبدأ تمول الماضي بدل ما تبني للمستقبل. وفي الاقتصاد في قاعدة بسيطة جدا: أي مؤسسة في الدنيا ممكن تقع لسبب من ثلاثة: إما إن الإيرادات تقل أو المصروفات تزيد أو المؤسسة تبدأ تصرف من المستقبل عشان تعيش الحاضر. والمشكلة إن الزمالك خلال 26 سنة تقريبا وقع في الثلاثة مع بعض. حد يقول لي يعني إيه يصرف من المستقبل يا عم عبود؟ أقول لك يا صديقي لما تاخد فلوس الرعاية بتاعت السنة اللي جاية وتصرفها السنة دي يبقى أنت استلفت من المستقبل. لما تبيع لاعب عشان تسدد مرتبات لعيبة موجودة بالفعل يبقى أنت استلفت من المستقبل. لما رئيس نادي يحط من جيبه الشخصي عشان النادي يدفع التزاماته الأساسية يبقى أنت دخلت مرحلة أخطر بكتير من مجرد أزمة سيولة، أنت دخلت مرحلة اسمها النجاة المؤقتة، والنجاة المؤقتة ليها مشكلة واحدة بس، إنها مؤقتة. وهنا نرجع لسنة 2000. الزمالك وقتها كان واحد من أقوى أندية أفريقيا، جايب بطولات وعنده نجوم وجماهير ضخمة، لكن في نفس الوقت كرة القدم المصرية نفسها كانت بتتغير بسرعة كبيرة، أسعار اللاعبين بدأت تطلع والمرتبات بدأت تكبر والوكلاء بدأوا يدخلوا السوق بقوة. لكن السؤال: هل إيرادات الأندية كانت بتزيد بنفس السرعة؟ الإجابة ببساطة لا، لأن في سنة 2001 الدكتور كمال درويش بدأ يحذر من الارتفاع الكبير في أسعار اللاعبين وإن الأندية الجماهيرية محتاجة مصادر دخل جديدة تقدر تواكب السوق الجديد. الراجل وقتها ما كانش بيتكلم عن الزمالك وبس، كان بيتكلم عن الكرة المصرية كلها، وكان شايف حاجة محدش كان شايفها وقتها: السوق بقى أوروبي لكن الإيرادات لسه مصرية. ودي كانت أول مرة يظهر فيها الإنذار الحقيقي، لأن أي مؤسسة مصروفاتها بتجري أسرع من إيراداتها فشلها بيكون محتوم، الموضوع بيبقى مسألة وقت مش أكتر. سنة 2002 الزمالك بيحقق دوري أبطال أفريقيا وبيتأهل لكأس العالم للأندية قبل إلغائها، الجمهور فرحان والنادي بيكسب والدنيا شكلها مثالي. لكن هنا حصلت أول خدعة في القصة كلها، لأن النجاح الرياضي ساعات بيخبي المشاكل المالية بدل ما يحلها. البطولات كانت بتشتري وقت لكنها ما كانتش بتشتري حلول. حد يقول لي يعني الزمالك كان بيكسب وبيخسر في نفس الوقت؟ أقول لك كان بينجح رياضيا، لكن اقتصاديا كانت المؤشرات بتقول إن في مشكلة جاية. لأن في سنة 2003 الدكتور إسماعيل سليم نائب رئيس النادي بيتكلم عن أزمة سيولة بسبب تأخر مستحقات البث وضغط التعاقدات الجديد على خزينة النادي. ركز في المصطلح ده: أزمة سيولة مش إفلاس. في فرق كبير جدا بين الاتنين. ممكن يكون عندك أصول وممتلكات وجماهير بالملايين لكن ما عندكش فلوس تدفع الالتزامات الفورية، وده بالظبط اللي بيخلي مؤسسات ضخمة تقع فجأة. سنة 2004 المندوب الحسيني أمين الصندوق بيحذر من تضخم مصروفات قطاع كرة القدم واستهلاكها الجزء الأكبر من ميزانية النادي، وده كان معناه ببساطة إن كل جنيه بيدخل الزمالك تقريبا كانت الكرة بتسحبه أسرع من قدرة النادي على تعويضه. ودي لحظة خطيرة جدا في حياة أي مؤسسة، لأنك لو خليت نشاط واحد ياكل أغلب موارد المؤسسة يبقى أي هزة صغيرة بعد كده ممكن تهز المؤسسة كلها. حد يقول لي طب يا عم عبود لو كل الانذارات دي كانت موجودة ازاي محدش وقف الأزمة؟ أقول لك يا صديقي لأن الأزمات المالية الكبيرة ما بتقتلش أصحابها مرة واحدة، هي بتموت بالمسكنات. كل سنة حد بيحل جزء، كل سنة حد بيأجل جزء، كل سنة حد بيقول السنة دي تعدي وخلاص، لحد ما وصلنا يا صديقي لسنة 2005، السنة اللي لأول مرة ظهرت فيها كلمات جديدة في المشهد الزملكاوي: ضرائب وتأمينات ومديونات حكومية، التزامات كبيرة تجاه جهات حكومية مختلفة. وهنا لأول مرة الجمهور يبدأ يفهم إن الأزمة أكبر من مجرد مرتبات لعيبة أو مكافآت بطولات، إحنا بقينا بنتكلم عن ديون للدولة نفسها، ودي أخطر أنواع الديون أصلا، لأن اللاعب ممكن يستنى عليك شهر أو 2 لكن الدولة ما بتستناش. وكان واضح وقتها إن المشكلة لسه في بدايتها، لأن الزمالك خلال ال5 سنين اللي فاتوا كان بيحاول يطارد مصروفات بتجري أسرع من الإيرادات، لكن اللي محدش كان يعرفه إن السنين اللي جاية مش هتجيب الاستقرار اللي يساعد النادي يحل الأزمة، بالعكس اللي جاي هيكون مجالس أكتر وصراعات أكتر. ولأول مرة في تاريخ الزمالك الحديث هيبدأ رئيس النادي نفسه يبقى جزء من الحل المالي، ودي لحظة خطيرة جدا في حياة أي مؤسسة، لأن أول ما المؤسسة بتحتاج جيب رئيسها عشان تعيش يبقى الأزمة خرجت من دفاتر الحسابات ونزلت أرض الواقع. في سنة 2005 مرتضى منصور بيمسك رئاسة الزمالك لأول مرة، والكلام عن البطولات والصفقات كان موجود، ومرتضى منصور بعد توليه المسؤولية اتكلم أكتر من مرة عن إنه استلم نادي عليه التزامات كبيرة لجهات حكومية مختلفة. حد يقول لي طب يا عم عبود ما كل نادي عنده ديون شوية وخلاص؟ أقول لك يا صديقي صحيح، مفيش نادي في الدنيا
2008 بيشتغل بدون التزامات، لكن في فرق يا صديقي بين الالتزام الطبيعي والالتزام اللي بيبدا يتحكم في قراراتك، وده تقريبا اللي بدا يحصل سنه 2006. الزمالك بيدخل في مرحله جديده تماما، عدم استقرار اداري وصراعات انتخابيه وتغيير مجالس ولجان مؤقته، وفي نفس الوقت المصاريف شغاله عادي جدا، المرتبات ما بتقفش والعقود ما بتقفش والالتزامات كمان ما بتقفش. وده اول درس في اقتصاد الرياضه. النادي ممكن يغير رئيس في يوم واحد، لكن المرتبات ما بتغيرش رايها. حد يقول لي يعني المشكله كانت في تغيير الادارات؟ اقول لك مش كلها، لكن اي مستثمر واي راعي واي لاعب في الدنيا بيحب الاستقرار، ولما الاستقرار يختفي المخاطره بتزيد، ولما المخاطره بتزيد تكلفه الاداره نفسها بتزيد. ودي كانت بدايه مرحله جديده تماما في الزمالك. سنه 2007 ممدوح عباس بيصل لرئاسه النادي، وبيبدا واحده من اشهر التصريحات اللي قررت بعد كده اكتر من مره انه اضطر يدفع من جيبه ملايين الجنيهات من امواله الشخصيه لمساعده النادي على الوفاء بالتزاماته. هنا هنقف شويه يا صديقي، دي لحظه مهمه جدا، لان اول ما رئيس نادي يحط فلوس من جيبه عشان النادي يعيش يبقى عندك احتمالين: يا اما رئيس النادي بيعمل حاجه استثنائيه فوق الطبيعي، يا اما المؤسسه نفسها بقت محتاجه دعم خارجي عشان تستمر، وفي الحالتين دي اشاره خطر. حد يقول لي طب ما دي حاجه كويسه يا عم عبود، الراجل واقف جنب ناديه. اقول لك طبعا حاجه كويسه، لكن السؤال الحقيقي هل ينفع مؤسسه بحجم الزمالك تعتمد على جيب رئيسها؟ لان الرئيس النهارده موجود، طب وبكره؟ ولو الرئيس مشي، ولو الرئيس اللي بعده ما قدرش يعمل نفس الحاجه؟ هنا المشكله، لان المؤسسه الكبيره المفروض تعيش من مواردها مش من جيوب رؤسائها. سنه 2008 الازمه بتبدا تاخد شكل اخطر، لان الزمالك بقى محتاج يحل مشاكل الحاضر وفي نفس الوقت بيسدد جزء من التزامات الماضي، ودي اول مره تظهر فيها نظريه ترحيل الازمه. يعني ايه؟ يعني تحل جزء النهارده وتاجل جزء لبكره، تسدد جزء من الالتزامات وتستنى في جزء تاني، وده ممكن ينفع سنه، ممكن ينفع 2، لكن بعد 5 سنين الموضوع بيتحول لكره تلج. حد يقول لي يعني الزمالك كان بيستلف؟ اقول لك مش بالمعنى التقليدي اللي في البنوك، لكن لما تعتمد على فلوس هتجيلك بعد سنه عشان تدفع التزامات النهارده، يبقى ده نوع من انواع الاستدانه في المستقبل. وده بالظبط اللي بدا يحصل سنه 2009، لان في السنه دي بيظهر اول ملف هيبقى صداع مزمن للنادي لسنين طويله، ملف اللاعب الغاني جونيور اجوجو. الصفقه وقتها كانت واحده من اكبر صفقات الزمالك ماليا، لكن بعد فتره بدات الخلافات الماليه والقانونيه المرتبطه بالعقد تظهر للسطح، ومع الوقت الملف ده هيبقى واحد من اشهر ملفات الزمالك الدوليه. وهنا لاول مره الجماهير تبدا تسمع كلمه جديده: الفيفا. حد يقول لي هو معقول لاعب واحد يعمل كل الازمه دي؟ اقول لك لا، ودي اهم نقطه في الحلقه كلها. مفيش قضيه واحده اسقطت الزمالك، ومفيش رئيس واحد عمل الازمه، ومفيش صفقه واحده دمرت النادي. اللي حصل كان اشبه بالنقط اللي بتنزل على حجر كل يوم، كل نقطه لوحدها صغيره، لكن بعد 10 سنين الحجر نفسه بيتغير شكله. سنه 2010 الزمالك بيدخل واحده من اصعب فتراته الماليه، والمستشار جلال ابراهيم بيتكلم وقتها عن حجم الضغوط الماليه والديون الحكوميه والالتزامات المتراكمه على النادي، وكان واضح ان الازمه بدات تكبر اسرع من قدره اي مجلس على حلها بالكامل. ويمكن لاول مره بدا يظهر السؤال اللي هيطارد كل اداره بعد كده: هل المجلس الجديد جاي يبني مستقبل الزمالك ولا جاي يسدد فواتير الماضي؟ حد يقول لي طب يا عم عبود مين كان السبب؟ كمال درويش ولا ممدوح عباس ولا مرتضى منصور؟ اقول لك يا صديقي يمكن السؤال نفسه غلط، لان اللي بيحصل غالبا في المؤسسات الكبيره مش بيكون بسبب شخص واحد، بيكون بسبب نموذج كامل، نموذج بيشتغل بمنطق نحل مشكله النهارده وبكره ربنا يسهل. لكن المشكله ان بكره كان بيجي ومعاه فاتوره جديده، وكان واضح جدا وقتها ان الزمالك مش داخل على فتره هدوء، بالعكس اللي جاي هيكون اصعب بكتير، لان الازمه المحليه اللي كانت بالجنيه المصري هتتحول خلال سنين قليله لازمه بالدولار واليورو، والنادي اللي كان بيحاول يسدد ضرائب وتامينات هيلاقي نفسه بعد كام سنه بيدفع ملايين الدولارات في قضايا دوليه. والاسوأ ان الكره المصريه نفسها كانت داخله على واحده من اصعب الفترات في تاريخها. سنه 2011 والسنه دي بالذات لازم نقف عندها شويه، مش عشان الزمالك بس، عشان مصر كلها كانت بتتغير، وحصل ثوره 25 يناير وتوقف النشاط الرياضي في مصر، ولما رجعت الماتشات بقت بدون جماهير، والرعاه بداوا يعيدوا حساباتهم. حد يقول لي طب يا عم عبود ايه علاقه اللي حصل في البلد بديون الزمالك؟ اقول لك يا صديقي في الاقتصاد الرياضي في قاعده مهمه جدا: الانديه بتصرف كل شهر لكنها مش بتكسب كل شهر، لان عندك مرتبات وعقود وضرائب وتامينات شغاله، لكن فجاه البث بيقف والرعايه قلت والاعلانات اختفت. يعني ببساطه الميه اللي كانت داخله الخزان قلت، لكن الحنفيه اللي بتصرف فضلت مفتوحه. وفي نفس السنه بدات ملفات قديمه تطلع للسطح من جديد، واول اسم بدا يقلق الزمالك وقتها كان جونيور اجوجو. الصفقه اللي في وقت من الاوقات كانت جماهير الزمالك شايفاها صفقه سوبر، بدات تتحول بالتدريج الى ملف قانوني ومالي معقد هيطارد النادي لسنين طويله. حد يقول لي يعني اول قضيه كانت كفيله تخلص على النادي؟ اقول لك لا، وده يمكن اهم نقطه في الحلقه كلها. مفيش قضيه واحده اسقطت الزمالك، اللي حصل كان اشبه بتسريب صغير في سفينه كبيره. التسريب الاول ما بيغرقش السفينه، لكن المشكله لما كل سنه يظهر تسريب جديد. سنه 2012 ممدوح عباس بيرجع لرئاسه النادي، وبيخرج وقتها بتصريحات واضحه ان الزمالك بيعاني ماليا، وان توقف الدوري اثر بشكل مباشر على ايرادات النادي. وده منطقي جدا، لان النادي اللي كان بيبني ميزانيته على دخل الماتشات والرعايات والبث فجاه اكتشف ان جزء كبير من الايرادات اختفى، لكن الالتزامات
الازمات لسه موجوده. ويمكن هنا ظهرت لاول مره فكره خطيره جدا، ان النادي بقى محتاج حلول سريعه مش حلول طويله المدى. حد يقول لي يعني ايه حلول سريعه؟ اقول لك انك تركز على النجاه النهارده حتى لو دفعت ثمنها بعد 5 سنين، وده غالبا بيكون بدايه اغلب الازمات الماليه الكبيره في العالم، لان المؤسسه وقت الخطر ما بتفكرش في 2030، المؤسسه وقت الخطر بتفكر في اخر الشهر، ازاي تدفع المرتبات وازاي تدفع القسط، ازاي تعدي الازمه الحاليه. لكن المشكله ان الازمه الحاليه كانت بتخلص وتبدا ازمه اكبر منها سنه 2013، والسنه دي مهمه جدا مش عشان الزمالك كسب او خسر بطوله، لكن عشان لاول مره بدات كره التلج تكبر بشكل واضح. عمرو الجنايني وصف الوضع وقتها بشكل قريب جدا من الحقيقه لما اتكلم عن فكره ان كل مجلس كان بيسيب للمجلس اللي بعده جزء من الازمه. حد يقول لي يعني انت شايف ان المشكله كانت تراكميه؟ اقول لك انا مش شايف يا صديقي، انا مقتنع 100%، لان لو كل مجلس دخل وقال احنا ورثنا ديون، كل مجلس خرج وساب الديون، يبقى احنا قدام حاجه اكبر من الاشخاص، احنا قدام نموذج كامل بيشتغل بمنطق نحل مشكله النهارده وبكره نشوف. والمشكله ان بكره كان بيجي كل مره ومعاه فاتوره اكبر. وفي نفس السنه بدات ملفات اللاعبين الاجانب والعقود الدوليه تبقى مصدر قلق حقيقي، لان الفرق بين الديون المحليه والديون الدوليه كبير جدا. الديون المحليه ممكن تتفاوض عليها، ممكن تجدولها، ممكن تستنى شويه، لكن الفيفا عندها ساعه، والساعه دي ما بتقفش، اما تدفع او تتعاقب. ودي كانت لحظه تحول خطيره جدا، لان الزمالك لاول مره بدا يكتشف ان المشكله ما بقتش داخل حدود مصر بس، المشكله بدات تسافر. سنه 2014 مرتضى منصور بيرجع لرئاسه الزمالك، ومن اول يوم تقريبا كان بيتكلم عن ديون وملفات ماليه ضخمه استلمها المجلس الجديد، ووصل الامر بعد كده للحديث عن ارقام ضخمه وملفات ضرائب وتامينات وحجز على ارصده النادي. وهنا نسال السؤال المهم، هو ليه كل رئيس كان بيبدا كلامه بالديون؟ الاجابه يمكن تكون ابسط مما تتخيل، لان الديون وقتها كانت اول حاجه بتستقبل اي رئيس جديد قبل مكتبه نفسه، وقبل ما يفكر حتى يجيب لاعب، وكان لازم يفكر هيدفع لمين الاول. حد يقول لي طب يا عم عبود، هل الازمه كانت لسه تحت السيطره وقتها؟ اقول لك لكن بصعوبه، لان الزمالك وقتها كان لسه بيتعامل بالجنيه، وكان لسه اغلب ازماته داخل الحدود المصريه. لكن اللي جاي بعد كده هيغير قواعد اللعبه كلها، لان اول ما الانديه الاجنبيه والمدربين الاجانب واللاعبين الاجانب بيدخلوا المعادله، الجنيه هيخرج من الصوره، وهيبدا الدولار واليورو يحكموا المشهد، وساعتها الازمه مش هتبقى بس اكبر، الازمه هتبقى اسرع. ولاول مره في تاريخ الزمالك الحديث هيبدا النادي يدفع 8 قرارات اتخذت من سنين بعمله مختلفه وفوائد مختلفه وعقوبات مختلفه تماما عن اي حاجه عرفها قبل كده. سنه 2015 مرتضى منصور بيقول ان النادي استلم تركه ماليه ضخمه من السنوات اللي فاتت، وفي نفس الوقت الزمالك كان بيعيش نجاح رياضي كبير، بطولات دوري وكاس، والجمهور كان حاسس ان النادي اخيرا رجع لمكانه الطبيعي. لكن زي ما قلنا قبل كده، النجاح الرياضي ساعات بيشتري وقت، لكن مش دايما بيشتري حلول. وفي نفس السنه بدا اسم جديد يدخل المشهد، سبورتنج لشبونه. حد يقول لي يا عم عبود، ايه علاقه نادي في البرتغال بازمه الزمالك؟ اقول لك يا صديقي، من هنا تقريبا بدات اول فاتوره دوليه ضخمه تطارد النادي لسنين طويله. ملف شيكابالا وانتقاله كان واحد من اعقد الملفات القانونيه والرياضيه في تاريخ الزمالك الحديث، والقضيه بعد كده اتحولت لغرامات وفوائد وتاجيلات وتسويات. والمشكله في القضيه الدوليه انها ما بتكبرش بس، دي بتزود فوائد، يعني كل يوم تاخير الفاتوره بتكبر. وده كان اول درس قاسي للزمالك في عالم الفيفا والمحكمه الرياضيه. سنه 2016 الزمالك كان لسه بيحقق نجاحات داخل الملعب، لكن خارج الملعب بدات الارقام تتحرك بشكل مختلف، لان اي نادي عنده التزامات دولاريه بيبدا يعيش مشكله اسمها فرق العمله. لما تمضي عقد مع لاعب او مدرب بمليون دولار، انت مش بتشتري لاعب بس، انت كمان بتراهن على سعر الدولار، ولو الدولار اتحرك العقد كله بيتغير. وده اللي حصل مع انديه مصريه كتير بعد تعويم الجنيه في اواخر 2016. فجاه العقد اللي كان النادي قادر يدفعه بقى محتاج تقريبا ضعف المبلغ بالجنيه المصري، يعني الازمه بقت تكبر حتى من غير ما النادي يعمل اي حاجه جديده. سنه 2017 الحكومه بتتدخل من خلال لجنه ماليه للاشراف على اداره اموال النادي بعد ازمه الحجز على بعض الارصده والنزاعات القانونيه. ودي كانت لحظه استثنائيه جدا في تاريخ الزمالك، لان النادي الكبير اللي المفروض بيدير موارده بنفسه بقى محتاج اداره ماليه خارجيه عشان النشاط يستمر. حد يقول لي هل دي كانت نهايه الازمه؟ اقول لك بالعكس، دي كانت علامه ان الازمه بقت اكبر من قدره الحلول التقليديه، لانك طول ما المشكله محتاجه تدخل استثنائي يبقى الوضع نفسه استثنائي. سنه 2018 مرتضى منصور بيتكلم اكتر من مره عن ازمه الحجز على الحسابات البنكيه، وان النادي اضطر يعتمد بشكل اكبر على السيوله النقديه المباشره لتسيير الامور اليوميه. ودي كانت لحظه غريبه جدا، لان نادي بحجم الزمالك كان بيحاول يحافظ على نشاطه الرياضي، وفي نفس الوقت بيتعامل مع معارك ماليه وقانونيه مفتوحه. وفي الوقت اللي النادي بيكسب ماتشات كان في ناس تانية بتحسب فوائد وغرامات واقساط. سنه 2019 وهنا يدخل اسم هيغير شكل الملف كله، خالد بوطيب، المهاجم المغربي اللي انضم للزمالك في صفقه كان الجماهير كتير شايفاها صفقه قويه وقتها، لكن بعد شهور قليله العلاقه بين اللاعب والنادي بدات تدخل منطقه الخلافات القانونيه، ومع ذلك القضيه اتحولت لاكبر غرامه فرديه تقريبا واجهها الزمالك في تاريخه الحديث. حد يقول لي معقوله لاعب واحد هيعمل كل ده؟ اقول لك لا، ودي نفس الغلطه اللي الناس بتقع فيها كل مره. اجوجو ما كانش سبب، وسبورتنج لشبونه ما كانش برضه سبب.
السبب، وابو طيب ما كانش السبب، دي كانت اعراض. اما المرض الحقيقي فكان موجود من زمان، نظام كامل بيعتمد على ان بكره هيحل مشاكل النهارده، لكن بكره لما كان بيجي كان بيجيب معاه مشاكل جديده. سنه 2020 احمد جلال ابراهيم بيتكلم عن ملف الضرائب والتامينات باعتباره واحد من اكبر التحديات اللي بتواجه النادي، وفي نفس الوقت بدات ملفات تانية تظهر على السطح. باتشيكو والمساعدين الاجانب بتوعه ليهم مستحقات متاخره وقضايا جديده بتتفتح، وهنا لاول مره في تاريخ الزمالك الحديث بدا الجمهور يسمع مصطلح هيبقى جزء من حياته اليوميه بعد كده، وهو ايقاف القيد. ايقاف القيد ده يا صديقي ببساطه شديده انت عندك فلوس تشتري لاعب وعندك لاعب موافق انه يجي، لكن انت ممنوع تسجله، مش عشان فنيا ما احتجتش اللاعب، لكن عشان الماضي لسه ما حصلش حقه. ودي يمكن تكون افضل جمله توصف ازمه الزمالك كلها، الماضي لسه ما حصلش حقه. وفي اللحظه دي تقريبا الازمه خرجت نهائيا من نطاق الديون المحليه وبقت ازمه دوليه كامله، غرامات بالدولار واحكام باليورو وقضايا مفتوحه في اكتر من جهه. والاصعب من كل ده ان الزمالك كان داخل على سنه جديده ومجالس جديده ولجان جديده، لكن الفواتير القديمه كانت لسه موجوده على نفس الترابيزه مستنيه اللي هيدفعها. سنه 2020 الزمالك بيدخل واحده من اغرب الفترات في تاريخه الحديث، مش عشان خسر بطوله ولا عشان فريق الكوره وقع فنيا، لكن لان النادي لاول مره تقريبا بيحارب على جبهتين في نفس الوقت، جبهه الملعب وجبهه الحسابات. وفي اواخر 2020 المستشار احمد البكري بيتولى رئاسه اللجنه المؤقته لاداره النادي، واول التقارير الماليه اللي بدات تظهر وقتها كانت صدمه، ديون والتزامات وملفات مفتوحه في كل اتجاه. حد يقول لي طب يا عم عبود هو معقوله نادي بحجم الزمالك يوصل للمرحله دي؟ اقول لك يا صديقي المشكله عمرها ما كانت في حجم النادي، المشكله كانت في حجم الفواتير اللي اتجمعت عبر سنين، لان الفاتوره اللي ما اتدفعتش سنه 2010 كانت لسه موجوده في 2020، والقرار اللي اتاخد سنه 2015 كان لسه بيتحاسب عليه النادي بعدها ب5 و6 سنين، وده يمكن اول تعريف حقيقي لجمله ترحيل الازمه. سنه 2021 اللواء عماد عبد العزيز بيتولى رئاسه اللجنه المؤقته ويخرج بتصريحات عن ازمه السيوله اللي كان بيمر بها النادي وقتها، وفي نفس الوقت بدات قضيه جديده تخرج للعلن بقوه. بنجامين اتشيمبونج لاعب رحل من سنين لكن فاتورته كانت لسه موجوده. حد يقول لي يعني ايه لاعب يمشي ويفضل النادي يدفع فيه بعد سنين؟ اقول لك لان العقود الرياضيه مش بتخلص بخروج اللاعب من باب النادي، العقود بتخلص لما اخر ورقه في الملف تتقفل ولما اخر حكم يتنفذ. وفي نفس السنه حسين لبيب بيتولى رئاسه لجنه اداره الزمالك وبيتم الاعلان عن فتح حساب دعم للنادي لمساعده الزمالك على تجاوز الازمه الماليه. هنقف هنا شويه، النادي اللي كان بطل افريقيا في 2002 واللي كان بيجيب نجوم بالملايين وصل في 2021 انه يفتح حساب دعم عشان يساعد نفسه يمر من الازمه دي، ودي لحظه تستحق التوقف فعلا، مش عشان الحساب نفسه لكن عشان الرساله اللي وراه ان الازمه بقت اكبر من الحلول التقليديه. سنه 2022 مرتضى منصور بيرجع لرئاسه النادي مره تانية، لكن المره دي المشهد كان مختلف لان القضايا الدوليه بدات تتحرك اسرع من اي وقت فات. بقى عندك حمدي النجاز وفرجاني ساسي ومساعدين اجانب وملفات قديمه بدات ترجع للحياه من جديد. حد يقول لي هو ليه اغلب مشاكل الزمالك كانت مع لعيبه ومدربين اجانب؟ لان الفرق بين اللاعب المحلي والاجنبي كبير جدا. اللاعب المحلي ممكن يختلف معاك بيروح اتحاد الكوره، لكن اللاعب الاجنبي بيروح الفيفا، والفيفا ما بتعرفش المجاملات ولا تعرف الظروف ولا تعرف ان النادي عنده ازمه سيوله، يا اما تدفع يا اما تتعاقب. ودي كانت القاعده الجديده اللي الزمالك اضطر يتعلمها بالطريقه الصعبه. سنه 2023 حسين لبيب ومجلسه المنتخب بيتولوا اداره النادي وتبدا تصريحات رسميه تتكلم عن مديونيات ضخمه ورثها المجلس الجديد، واولويه واضحه جدا في رفع ايقاف القيد، مش بناء فريق، مش صفقات ولا بطولات، الاولويه كانت ان هم يحلوا مشاكل الزمالك. حد يقول لي يعني الزمالك كان بيلعب عشان يعيش؟ اقول لك في بعض اللحظات لانك لما تبقى مطالب تدفع ملايين الدولارات عشان تسجل لاعب جديد يبقى اول مباراه لازم تكسبها مش في الدوري، اول مباراه لازم تكسبها بتكون في الحسابات. سنه 2024 احمد سليمان بيتكلم عن ملايين الدولارات اللي اتدفعت لحل ازمات وقضايا دوليه، وحسام المندوب بيتكلم عن تسويات ماليه مع اطراف مختلفه، وخالد بوطيب بيرجع اسمه يتكرر مره تانية، القضيه اللي اتحولت مع الوقت لرمز كامل للازمه. حد يقول لي هو بوطيب كان السبب؟ اقول لك لا، بوطيب كان فاتوره زي اجوجو وزي سبورتنج لشبونه وزي اتشيمبونج وزي عشرات الملفات اللي اتفتحت واتقفلت، لكن المرض الحقيقي كان اقدم من كل الاسماء دي. المرض الحقيقي كان فكره ان بكره هيتصرف في مشكله النهارده. سنه 2025 المجلس بيبدا يتكلم عن اعاده الهيكله الماليه وتحويل النادي لمؤسسه استثماريه، تنميه الموارد وتقليل الاعتماد على الحلول المؤقته، ولاول مره من سنين بدا الكلام يبقى عن المستقبل اكتر من الماضي، لكن الماضي كان لسه موجود لان الديون ليها خاصيه غريبه جدا انها ما بتستناش. وسنه 2026 وبعد ربع قرن تقريبا من بدايه القصه الزمالك لسه بيدفع، يمكن اقل من الاول ويمكن الوضع بقى افضل من فترات سابقه، لكن الحقيقه اللي محدش يقدر ينكرها ان اجيال كامله من الادارات دخلت النادي وهي بتقول نفس الجمله، احنا استلمنا النادي مديون. حد يقول لي طب يا عم عبود بعد كل السنين دي مين كان السبب؟ هل كمال درويش ولا ممدوح عباس ولا مرتضى منصور ولا اللجان المؤقته؟ اقول لك يا صديقي يمكن اكبر خطا ممكن نعمله اننا نفتكر ان ازمه استمرت 26 سنه سببها شخص واحد. الازمات اللي بتعيش ربع قرن بيكون ليها جذور اعمق بكتير من الاشخاص، قرارات اتاجلت وملفات اترحلت وفواتير اتثابت للي بعده،
ويمكن عشان كده اقرب جمله تلخص قصه الزمالك كلها هي ان الزمالك خلال 26 سنه ما كانش بيمول المستقبل، الزمالك كان بيمول الماضي. يمكن السؤال الحقيقي اللي لازم كل زملكاوي يساله النهارده مش مين دفع ولا مين غلط، السؤال الحقيقي ازاي نضمن ان الجيل اللي جاي ما يضطرش يدفع نفس الفواتير من اول وجديد. لان الانديه الكبيره مش بتعيش على البطولات وبس، الانديه الكبيره بتعيش لما تبني مستقبلها، مش لما تفضل طول عمرها تسدد الماضي. بعد 26 سنه من الديون يمكن الاستنتاج الوحيد اللي صعب حد يختلف عليه ان ازمه الزمالك عمرها ما كانت ازمه فلوس، ازمه الزمالك كانت أزمة إدارة فلوس. لأن أي نادي في الدنيا ممكن يغلط في صفقة، ممكن يخسر قضية، ممكن يمر بأزمة مالية، لكن لما نفس الأزمة تتكرر لمدة ربع قرن كامل مع إدارات مختلفة وأشخاص مختلفين وظروف مختلفة، يبقى المشكلة ما كانتش في الأشخاص، المشكلة كانت في طريقة إدارة المؤسسة نفسها، في فكرة إن بكرة هيحل مشكلة النهاردة، وفي إن الحل المؤقت كان بيتحول لمشكلة دايما، وفي إن كل إدارة كانت بتحاول تنجو بالحاضر حتى لو المستقبل هو اللي هيدفع الفاتورة. وعشان كده يمكن أخطر رقم في قضية الزمالك كلها مش مليار جنيه ولا ملايين الدولارات ولا عدد القضايا، اخطر رقم كان 26 سنه، 26 سنه من نفس الازمه ونفس العناوين ونفس السؤال. والسؤال الحقيقي النهارده مش مين غلط، السؤال الحقيقي هل الزمالك اخيرا بدا يبني المستقبل ولا لسه بيسدد الماضي؟ قولوا لنا رايكم في التعليقات واشوفكم في حلقه جديده. سلام.